احنا يسعدنا ويشرفنا ان احنا يكون معانا احسن فوتوغرافر في 2016 احمد قاسم. ازيك يا احمد؟ ازيك يا سارة، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. احمد احكي لي عن التصوير، وانت كل يوم بتفكر ازاي وبتتطور ازاي؟ والله بس انا بحاول انا الفترة اللي فاتت دي بعدت شوية، بس الحمد لله الفترة اللي جاية دي كلها محضرين حاجات جديدة مع نجوم كبار وبشكل مختلف، وهيطلعوا بشكل مختلف أول مرة يطلعوا بيه في حياتهم. يعني شغال على كده الفترة اللي جاية نعرض الفنانين الكبار بشكل أول مرة يظهر للجمهور، وبس محضرين كده كام حاجة إن شاء الله الفترة اللي جاية دي يعني. طب احكي لي، انا عارفه انه في مفاجاه في رمضان القادم، ايه هي المفاجاه؟ مش هقدر اقول لك دلوقتي. بس لغايه ما ان شاء الله يبقى في كونفيرم على الموضوع ده، وان شاء الله يعني اديك قلتي هيبقى في مفاجاه في رمضان اللي جاي ان شاء الله. طيب احمد، انا قابلتك السنه اللي فاتت هنا في مهرجان القنوات الفضائيه، والسنه دي برضو انا بقابلك في مهرجان القنوات الفضائيه. احكي لي المهرجان بيمثل ايه بالنسبه لك يا احمد؟ بصي والله الانفيتيشن اللي بتجيلي دي طبعا بتكون حاجه كبيره قوي بالنسبه لي. المره اللي فاتت كان في تكريم، المره دي مفيش عشان خاطر زي ما قلت لك الفتره اللي فاتت دي كنت بعيد شويه، كنت بتجوز بقى وكده. مبروك يا عريس. بارك فيكي. فان شاء الله السنه الجايه بقى يكون في تكريم وفي مهرجانات كبيره زي. بس انا ما بتكلمش على التكريم بصفه عامه، انا بتكلم على ان انت آم، بتكلم على ان انت لما بتحضر مهرجان القنوات الفضائيه بتحس بايه كده؟ بتحس بايه ان الفنانين بيتكرموا وان هم متالقين؟ بصي طبعا هو ده بيبقى شعور جميل، بالذات لما ده بيحصل هنا في مصر. المهرجان ده بالذات انا بحبه جدا انه بيحصل بتنظيم كبير قوي. طبعا بحيي كل المنظمين للمهرجان، وبالذات طبعا استاذ احمد عليوه والاستاذه وفاء. الناس دي كلها بتتعب بجد عشان يقدموا لنا حاجه محترمه بالشكل دوت، وبيجيبوا لنا نجوم ما بتروحش في اي حته يعني. فانا ببقى سعيد طبعا انا موجود هنا يعني، اكيد طبعا.